حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده بقى عملنا لكم كده حاجه ساقعه جميله جدا في الجو الحر قوي قوي اللي احنا فيه ده. موهيتو كلاسيك باسهل طريقه. انا عملته معاكم قبل كده بس بصراحه ما كانش بالطريقه دي. والليمونه اللي برسمه الشمس دي برضو ابني هو اللي عاملها. هتشوفوه دلوقتي هو اللي عامل الليمون تحفه تحفه. عامله بصراحه بطريقه جميله جدا احسن من اللي انا ما كنت عاملاه بالسيرم بتاعه. بصراحة تحفة. هو في الكافيه طبعا عندهم سيرم جاهز لكن انا عاملة السيرم هنا على ايدي. هقول لكم برضو الطريقة. بصوا شكله عامل ازاي. طبعا تحفة في الجو دوت في الحر اللي احنا فيه ده. ورسمة الليمونة جميلة جدا برضو. حاجة جديدة. قلت بقى اوريها لكم كده. خليته عملها ده طبعا سر الصنعة بتاعته. فقلت برضو يعني مش هبخل عليكم واخليكم تعرفوا الرسمة بتاعت الليمونة تعملوها ازاي اما يجي ضيوف او كده يعني. بتشرف طبعا الكوباية دي لوحدها يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يحميه يا رب. بصوا بقى الطريقة. هوريكم دلوقتي الطريقة سهلة جدا طبعا تشرب بالشاليمو كده يعني هي مش محتاجة بصراحة. هي كوباية تحفة في الحر دوت. تعالوا بقى نشوف الطريقة سوا مع بعض. عملنا السيرم. بصراحة انا بفتكر الكاميرا بتصور ما طلعتش بتصور بس هي سهلة جدا. حطيت نص كوباية سكر على كوباية مية. على يعني قول 10 نعناع اللي هو الأوراق بتاعة النعناع. ومع طبعا ألوان طعام. حاجة بسيطة جدا على طرف المعلقة كده لون طعام اللي لونه أخضر. مع ليمونة كله على بعضه كده يدوبك غلي كويس جدا. وطبعا صفيته ادانا الشكل ده. طبعا نزلنا بالليمون كده زي ما انتوا شايفين. الليمون طبعا متقطع شرايح. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. حط كام قطعة كده ليمونة في الكوباية وبيحاول طبعا بيضغط عليها كده بالعصارة بتاعة الليمون. بس قلت اوريكم بقى الاول هو عمل ازاي الليمونه الشمسي دي. بصوا مسك الليمونه قطعها نصين. طبعا انا اتحايلت عليه كتير جدا عقبال ما وراني اللي هو لازم يعني يقولي ده سر. فانتوا بقى ايه شوفوا بقى الطريقه عشان تعملوها. بصوا هو قطع الليمونه نصين. وبعد كده خد جزء منها كده زي ما انتوا شايفين. وبيحاول يفرغها كده عشان يعملها رسمه الشمس. بصوا هي سهله جدا. بصوا ما شاء الله هيقلبها. بس كده. طبعا هيقطع الليمونه كده عشان طبعا يعرف يحطها في الكوبايه. يحطها على طرف الكوبايه. طبعا هو بيعملها كده في الكافيه هناك. بصوا ما شاء الله بقت شمس. طبعا شكلها جميله جدا. فانا طبعا خليته عمل واحده تاني. قلت عشان برضو تبقوا عارفين طبعا بيشيل البذر منها. بصوا شكلها جميل جدا. اهو يعمل واحده تاني برضو معاكم عشان تعرفوا تعملوها. بصوا هجيب الليمونه. هيقطعها نصين هيشيل منها خد منها جزء. دي ليمونه تانية. شيل منها الجزء البذر بتاعها كده ويحاول يفرغها كده من النص بالسكينة. بصوا ما شاء الله. هي سهلة. بس يعني عايزة اول طلعة كده بس يعني صعبة شوية. انا معرفتش اعملها على كده هو اللي عملها. بصوا قلبها. عملت رسمة الشمس ازاي. بس والليمونة يقطعها بس كده عشان يحطها في الكوباية. بصوا بس كده عملت رسمة الشمس. طبعا هو عمل التالتة بقى هو. كنت عاملة 3 كوبايات. بص ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة جدا. بس كده. مفيش اسهل من كده. رسمة الشمس جميلة. بس جبنا بقى الكوبايات بتاعتنا. نحاول بس كده بالعصارة كده. هينزل طبعا بالسيرم. هو كان عامل الكوباية الاولانية معاكم. قلت له لا اعمل 2 تاني. بس ما شاء الله. حاول يهرسها كده بس عشان خاطر ينزل الليمون اللي فيها بالعصارة بتاعة الليمون.
او باي حاجه عندكم يعني. بصوا عامله ازاي ما شاء الله بالسيرم طبعا. هو السيرم سهل جدا زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو. ما اخدش وقت خالص. انا بفتكر الكاميرا بتصور ما طلعتش بتصور، فهو سهل ما اخدش حاجه يعني. بس كده طبعا بنكون محضرين تلج يعني حبه حلوين، مكعبات تلج كتير كده. بصوا بينزل على الليمون والسيرم بالتلج. لازم كده تلج كتير. بس ما شاء الله طبعا الكوبايه دي في الكافيه بمبلغ. هو عملها لنا بقى كده فري. هو اللي عزمنا عليها. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا كنا جايبين 7 او سبرايت اللي حابب يعني. هي صودا، اي صودا بيضة. بصوا ما شاء الله. بصوا عاملة ازاي. يعني الكوباية بتتكلم عن نفسها بصراحة، جميلة جدا. طبعا لازم يحط الليمونة طبعا اساسي. بصوا معلش التصوير بقى مش قد كده، بس يعني حبيت اوريكم. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هينزل بقى بصوا ما شاء الله. هينزل بقى بالسيفن. هينزل عليها بالسيفن دلوقتي. حط قطع ليمون تاني كده في الجنب. بصوا. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. متنسونيش بقى في اللايك وكومنت حلو كده لو عجبكم الفيديو. ما شاء الله تبارك الرحمن. لازم يظبط طبعا الشمس بتاعته. هينزل بقى دلوقتي بالسيفن. بصوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. صلوا على النبي كده وانتوا بتتفرجوا. بس ما شاء الله. طبعا المشروب ده جميل جدا جدا في الحر. يعني خلينا اقول لكم تحفة بجد وسهل جدا. وهو يعني سهل خالص، يعني كلكم تعرفوا تعملوه. مفيش اسهل من كده. بس ما شاء الله. هوريكم دلوقتي برضو في الكافيه كان عامل لنا برضو حاجات جميلة جدا، بس في اخر الفيديو. دي كانت بمبالغ بقى، يعني في البيت عملناها يعني باقل الاسعار خالص، مفيش حاجة. في الكافيه طبعا بمبلغ. بصوا عاملة ازاي. طبعا ايه تقليبة كده خفيفة عشان الليمون برضو يعني يبقى كويس مع السيفن. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا شرايح الليمون تحفة. طبعا شوفوا السيرم عامل 3 اشكال. عامل غامق في فاتح في فاتح خالص. بصوا عامل ازاي ما شاء الله. تقليبه خفيفه كده. اللهم بارك. والله بجد تسلم ايدك يا هشام. بصوا جميله جدا. والطعم بقى خرافي، والله طعمها جميل جدا. احسن من اللي كانت في الكافيه، مع ان هو برضو اللي عاملها لنا في الكافيه، بس ديت معموله على ايه، على ايدنا يعني. انا شايفه كل خطوه فيها. بصوا ما شاء الله. بصوا بقى الشكل النهائي. بصوا بقى في الكافيه كان عامل لنا برضو. بصوا كان عامل طبعا شمسية وحاجات جميلة طبعا. كان هو عامل الليمونة دي برضو كده، كان عامل لنا بالخوخ. ده كان بالخوخ وبالاناناس. ده طبعا السيرم اللي هو بيبقى جاهز. ما شاء الله تبارك الرحمن. هو برضو اللي عامله تحفة. اللهم بارك. وكان عامل بالبلوبيري. تحفة برضو. وألف هنا وشفا عليكم حبايب قلبي.